سنة 1972 أسسنا وجهاء الكرد الفيلية جمعية باسم الأكراد الفيلية، جمعية اجتماعية تعالج مشاكل الكرد الفيليين بعد أن صارت التسفيرات على المكون الفيلي كمنظمة غير سياسية، منظمة اجتماعية. مقرنا كان في ساحة بيروت، إلى أن دخلوا علينا، هم دخلوا علينا عن طريق شخص هددنا، قال أنتم لازم تنتمون إلى الحزب وإلا إحنا بالنسبة لكم ما نعطيكم مجال. قلنا لهم إحنا بالنسبة لنا هاي جمعية نفسخها خلاص إحنا نطلع. قالوا لا، طبت الحمام مو مثل طلعتها. بال 73 بالشهر العاشر أو ال11 اعتقلوني وودوني إلى الأمن العامة، وبالأمن العامة إلى الفضيلية، وبقيت 6 أشهر ونص و5 جلسات محكمة الثورة.